الناس بتبقى عايزة تمشي من مكانها عشان خلاص مش قادرة. المكان ده بقى مليان خناق، مليان مشاكل، بتتطلق لانها ما بتوقفش وتراجع حساباتها. النبي يونس لما بلع حوت ما فضلش يتخانق مع الحوت، راجع حساباته وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما بقولش ان اللي قدامي ما عندوش مشكلة. يعني ابو بكر الصديق لما اتكلموا على بنته، في واحد قريبه كده اتكلم عليها وقال لها لا انا خلاص مش هديله الفلوس دي. ربنا عاتبه، ربنا قال له في سورة النور لا يأتل أولي الفضل. ما تقولش انا مش هديله، هو مين اللي رزقك؟ ربنا. انا مش هعامله كويس، ما هو انا بعامل عشان مين؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المفروض اني بعمل حاجة كويسة، مش وانا في نيتي اني اخد من اللي قدامي او انه يبقى ليا عنده رصيد. اربي عيالي عشان لما يكبروا يبروني، لما يكبروا يقفوا جنبي. ابقى كويسة مع جوزي عشان يشيلها لي. ده ما بيحصلش، بيحصل العكس. لان كانت نيتنا في العطاء هو اني اخد، لكن لما تبقى نيتي اني ادي عشان ربنا يرضى عني، بتختلف تماما الاحداث. لما تحصل مشكلة مع حد ما بفضلش افكر قد ايه هو مش كويس، قد ايه هو مش هلهليش، قد ايه هو غلطان المفروض اغيره. لما بلاقي مشكلة في الشغل بفكر اسيب الشغل، هروح الاقي نفس الناس بنفس المشاكل. زي كده فيلم مراتي مدير عام كده، اللي هو اروح الاقي نفس الناس بنفس الحاجة. ما هو انا موقفتش وفكرت وصلحت. لما ربنا قال لأبو بكر الصديق ما تديلوش الفلوس، ما نفاش ان التاني غلطان. تاني غلطان دي مشكلته مع ربنا، يحاسبه يعذبه دي حاجة تانية. لكن المشكلة اتعملت عشان انا يبان اللي جوايا، انا اقف واخد بالي ايه اللي محتاج جوايا يتصلح. زي ما يكون كده علامة انذار، منبه. ربنا حط العلاقات اللي حوالينا منبه لينا، ينبهنا ان في حاجة جوانا محتاجة تتغير، ان في حاجة محتاجة تتصلح عشان نقرب من ربنا اكتر. ما نقعدش نمسك في الانسان ده ونتخانق معاه وندعي عليه ونشوف ازاي نخلص منه. لا، اي حاجة ضايقتني في الحياة هقف وراجع حساباتي زي النبي يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، عشان ربنا ينجينا من الغم زي ما نجاه.